رمضان بطعم زمان على قناة قراء زمان. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الساعة من ليالي الشهر المبارك، شهر البر والعطاء والرحمة والإخاء، في مسجد الملكة صفية. المسجد عمره الآن نحو 400 عام، ولطالما شهد من حوله في ليالي رمضان جموع العابدين بالصلاة، العابدين بالعطاء، العابدين بإكرام الصائمين. كانت تمد الموائد من حول المسجد في الإفطار وفي السحور، وكانت ساعات رمضان كلها كما نرجو أن تكون دائما ساعات ود وإخاء وتعاطف بين الناس وتراحم بين الناس. القوي يعين الضعيف، والغني لا يبخل على الفقير، لأنه يعلم أن المولى سبحانه وتعالى أمره بذلك: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا يعطي من مال الله، وذلك يأخذ من فضل الله، والله تعالى يجازي هذا ويجزي هذا بالخير كله. أيها الأحباب، نبدأ بالقرآن الكريم وفي بيوت الله، وكما نرجو في بيوتنا أيضا أن يكون لها نصيب من آيات القرآن الكريم، ونعيش بقلوبنا وأفئدتنا مع القرآن وآياته مع إخوتنا في كل مكان عبر العالم الإسلامي. ومن هنا نقدم القارئ القادم من باكستان، الشيخ خوشي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الشهر شهر مبارك، شهر النور والهدى والخير والرحمة، كما يقول ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. فهذا الشهر منبع الرحمات، وعلينا أن نتعامل بروح هذا الشهر الكريم، لأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، فيجب أن يمسك الإنسان عن المحرمات وعما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا إشارة إلى أن الصيام ليس عن نفس الطعام والشراب، ولكن الصيام عن الطعام والشراب خطوة أولى
نحو الصيام الجوارح وكف الجوارح عن المحرمات وكف القلب عن الوساوس. والله سبحانه وتعالى يهدد من لم ينتهي عن هذه المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله سبحانه ليس في حاجة إلى ترك الطعام والشراب مجردا عن ذلك. ويأتي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الحديث يعطينا أسس التعامل، وأن الإنسان لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل، كما تعطيه الجملة الأولى وهي إشارة إلى حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والجملة التي بعدها: والصيام جنة، أي وقاية يستجن به الإنسان ويستتر به الإنسان، وقاية من النار ووقاية من المعاصي. والإنسان إذا ما وجد أحدا يشتمه أو وجد أحدا يريد أن يهتك عليه هذا الستر فلا يجاريه، كما يشير إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إني صائم مرتين، يقول بنفسه بقلبه لنفسه وبلسانه للسامع الشاتم، فبذلك يكون هناك أدب. فعلى الصائم أن يتأدب بأدب الله عز وجل، وأن يكون مخلصا، وأن يكون عنده رحمة، وأن يكون عنده حلم، وأن يكون عنده صبر، لأن الله وصف عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالصيام إذن يرفع الإنسان إلى درجة الملائكة، ويجعل الإنسان مع الملأ الأعلى، ويجعل الإنسان متخلقا بالحلم وبالصبر وبالعفة وبالطهارة وبالمعاملة الكريمة. فلا يرفث، أي فلا يقول كلاما فاحشا، ولا يجهل، أي فلا يقول كلاما من كلام الجهال مثل الصياح ومثل السفه ومثل الأمور التي تشمئز منها النفوس حين تسمعها. وكذلك من معاملة الصائم ومن المعاملة الكريمة أن يطعم الفقراء وأن يطعم المساكين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. فمع ومضات الإشراق الروحي وفي جو الإيمان تقبل القلوب على رحمة الله تعالى ورضوانه، تائبة منيبة داعية الله وضارعة. وهذه الأبيات كتبتها ضراعة إلى الله: يا خالقي قلبي رآك، وبكل خاطرة دعاك، بأنينه وحنينه وخشوعه الباكي رجاك. هو لا يبالي بالحياة فحسبه منها هداك، هو لا يبالي بالممات فحسبه فيه لقاك،
هو إن تجهمت الحياة وساورته في عراك لا يستكين ولا يزل كفاه يا ربي نداك. سلك الطريق وحسبه من هذه الدنيا رضاك. سبحانك اللهم لا أحصي كمالك أو ثناك. يا رب كل علا تناهى فهو دونك في علاك. هذه الحياة بكل ما فيها تسخرها يداك. أوليتها علما فحاولت الصعود إلى سماك. ومن العجيب يصدقون العلم وهو على فكاك، ويكذبون صعود أحمد يوم أن لبى نداك. فسرى إليك اجتاز هاتيك المجرة والسماك، وعلى السماوات العظام على هدى حتى أتاك. فأريته ما لا يرى ومنحته وافي ولاك. لا غرو فهو المجتبى وهو الحبيب ومصطفاك. سعد النبي سعادة أبدية لما أتاك. أنا في الطريق إليك يا رب الورى أرجو رضاك. لي كل يوم 5 مرات أنعم في حماك، حيث الصلاة ببيتك المعمور ما أسمى لقاك. وبكل عام رحلة للروح في عليا هداك، حيث الصيام المستقيم المرتقي سامي علاك. الصائم القوام أمسى في الطهارة كالملاك، والعابد الأواب نال شفاعة من مجتباك. والمذنب العاصي غفرت ذنوبه لما دعاك. والمدلج الحيران في البيداء نال هدى هناك. والخائف الهياب قد آمنته لما أتاك. وأنا طرقت الباب أستجديك في خجل عطاك. حسبي تقى وسعادة أن ليس في قلبي سواك. يا رب دنيا الناس ما فتئت تزاحم في هلاك، وحياتهم ضربت على أرواحهم أقسى شراك. ولو أنهم عادوا إليك وعايشوا بتقى بهاك، لو أنهم آبوا إليك على محجة مصطفاك، لو أنهم ذاقوا المحبة وانتشوا بسنا سناك، ما بعثروا في هذه الدنيا ولا نصبوا العراك، بل سبحوك وكبروك وما رأوا شيئا عداك. يا أيها الإنسان راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك. وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك، فارجع لربك لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مستك أوجد ما شفاك.